السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعضينا طريقتين البرجر. تبقى سهلة وبسيطة زي اللي بنشتريهم من محلات، واحسن كمان ضامنينه وعاملينه حاجات بايدينا. مش هنحط عليه فول صويا ولا برغل، وهيطلع وهيدينا كمية كتيرة. يلا نسمي بسم الله ونقول معانا ايه. انا معايا ربع كيلو لحمة مفرومة. قصدت ان انا اجيب ربع كيلو عشان اوريكم هيطلع كمية قد ايه من ربع كيلو. معايا هنا بقسماط، معايا هنا خلطة البرجر، معايا بصل بودر وتوم بودر وبابريكا. بالاضافه بقى ان انا هحط معلقه من البيكنج باودر عشان اللحمه بتاعتنا ما تكشش. يلا نسمي بسم الله ونعمل ايه. معايا توم بودر، بصل بودر، احط معلقه بابريكا، نقلب مع بعض، نخلط المكونات مع بعض، نخلط اللحمه بالثوم البودر والبصل البودر والبابريكا. هنضيف البقسماط، ناخد نص الكمية. انا معايا هنا نص كيلو بقسماط، حط نص. نحط معلقة من خلطة البرجر عشان هو مملح بزيادة، عشان محدقش البرجر بتاعنا. انا في الفاصل ضفت ميه عشان اللحمه تتخلط بالبقسماط. هضيف معلقه البيكنج باودر اللي قلت لحضراتكم عليها عشان اللحمه بتاعتنا لما نيجي نسويها متكش. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت البرجر الفيل. حضراتكم هعمل واحده قدامكم. شوفوا حضراتكم انا بعملها ازاي. نحاول ان احنا منكبرش القطعه عشان متبقاش عاليه. حضراتكم حط بين كل قطعه وقطعه ورقه زبده. كمل بقيه الكميه وارجع لكم عشان الفيديو ما يطولش عليكم. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت تقطيع البرجر بتاعنا. بص حضراتكم كل طبق فيه 10 قطع، يعني من 10 و4 ب40 قطعة. من ربع كيلو لحمة مفروم عملنا 40 قطعة برجر. توفير ده ولا مش توفير؟ نقيسهم نحطهم في الفريزر. رجعت لكم تاني بعد ما قفلت البرجر بتاعنا. لايك وشير بقى، فعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، واللي مشتركش في القناه بتاعتي يشترك. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.